ايه رأيك لو اخد سماعة ب 1300 جنيه من جوي روم، ولا اخد سيمي اوريجينال ب 500 جنيه، ولا اي 11 ب 100 جنيه؟ لو هنبص بقى لكل بوكس بتاعت اي سماعة فيهم، يعني لو هنبص للاي 11 هنا، ودي السماعة المشهورة جدا هنا لانها ارخص سماعة موجودة تقريبا في مصر. هتلاقي هنا العلبة او البوكس بتاعها جاي من كرتون عادي جدا، يعني رديء. لو هتبص هنا للكرتون هتلاقيه زي طقم الكوبايات اللي انت بتشتريه. ولو هتبص هنا هتلاقي السماعة جاية لك في العلبة هنا، وهتلاقي هنا كتالوج صغير والكابل الشحن اللايتنج. ولو هنبص بقى للسماعات التانية وهي السيمي اوريجينال، وهي هتلاقي هنا الكرتون مقوى او افضل شويه والخامات بتاعته انضف. ولو هنبص هنا هتلاقي هنا بيقول لك ديزاين من ابل، وهتلاقي هنا السماعه جايه لك بالشكل ده. ولو هنا هتشيل بقى هنا العلبه من هنا اللي هي سماعات الاذن بتاعتها او الكاوتشات، لو انت عايز تغير الكاوتشه بتاعت الاذن بتاعتك فهنا هتبقى سماعة افضل. ولو هنبص بقى هنا للجوي روم هتلاقي هنا العلبة افضل بكتير من الاتنين اللي فاتوا. هتلاقي هنا في زي ماجنتيك كده عشان تفتح العلبة، فهتفتح العلبة هتلاقيه جاي لك بقى بالشكل ده. هعطيلك هنا زي كتالوج، وهعطيلك هنا السماعة بتاعتك، وهتلاقي هنا عطيلك زي كفر كده او جراب ممكن تحط فيه السماعة. وهنا عندك الوصلة اللي انت ممكن تحطها او تشبكها في جيبك. وعندك هنا زي صندوق علشان لو عايز تغير الكاوتش بتاعت الودان عندك جاية بشكل انضف كده، وهتحس ان انت شاري حاجة نظيفة. ولو هتشيل من هنا هتلاقي عندك زي برضو كتالوج، وبرضو مفروض بيبقى معاك اللي هو كابل الشحن اللايتنج. فدي كانت محتويات بتاعت كل علبة. فانت لو هتبص للجوي روم هنا هتلاقيه عامل لك او مهتم لك بتفاصيل كتير جدا في العلبة او في البوكس بتاعت السماعة. لو هنيجي بقى للشكل بتاع كل سماعة، يعني لو هنبص هنا للبوكس بتاع الاي 11 فهتلاقيه جاي بالشكل القديم لسماعات ابل. وطبعا هنا الخامات بتاعتها مش قد كده، وزي ما قلنا هنا قيمة مقابل سعر، يعني حاجة مش وحشة بس طبعا مش افضل حاجة. فعندك هنا البوكس جاي بالشكل القديم، وعندك هنا الزرار بتاع الريستارت بتاع السماعة، وعندك هنا الباب بتاع البوكس هنا هتلاقيه خفيف جدا. اي حركة هنا بتلاقي الباب قفل معاك بكل سهولة، ودي حاجة برضو مش لطيفة. ولو هتبص هنا للسماعة ذات نفسها هتلاقيها جاية لك زي ما قلنا بنفس الاصدار القديم بتاع سماعات ابل. ولو هنبص بقى للسماعه اللي بعد كده وهي السيمي اوريجينال، وهي هتحس بقى هنا انك ماسك حاجه نظيفه جدا، مش هتعرف تميزها ما بينها وما بين السماعه الاصليه. فهنا جايه بالشكل بتاع الايربودز برو، فهنا زي ما قلنا نفس الشكل مش هتعرف تميزها حرفيا. حتى هنا بيقول لك الديزاين من ابل وكل حاجه، حتى الاي دي ومكان الشحن والزرار بتاع الريستارت بتاع السماعه. كل حاجة هنا ممتازة جدا. وهنا الباب هتلاقيه متماسك إلى حد كبير، أي نعم يعني إيه في حركة بسيطة بس يعني افضل من الاي 11 بكتير جدا. ولو هتبص ليه الباب بتاعها هنا، الباب بتاعها هنا متماسك جدا، يمكن افضل برضو من الجي روم اللي لسه هنشوفها. فالباب هنا كويس جدا زي بالظبط السماعات الاصليه. وعندك هنا ال اي دي، مجرد بس ما بتفتح السماعه كده بتلاقيه منور باللون الاخضر، مش عارف هتبقى شايفها ولا لا بس انا شايفها عندي. فعندك هنا السماعه ممتازه جدا. ولو هتبص بقى للفرده بتاعت السماعه ذات نفسها فهتلاقيها جايه لك بشكل اصغر من الاصدار بتاع الاي 11، فهتلاقيه افضل في تماسك في الودن وكحجم. فهنا عندك السماعه جايه لك بالشكل ده مفيهوش اي مشكله. لو هنيجي بقى للجوي روم هنا، فالجوي روم هنا جايه لك بقى نفس برضو الايربودز برو، بس هنا حاطين بقى التاتش بتاعهم، وهنا حطيت لك الشعار بتاع الجوي روم، وعندك ال اي دي، وعندك هنا برضو مكان الشحن، وعندك الزرار. لو هتبص هنا بقى مش هيقول لك اللي هي ديزاين ابل والكلام ده كله، هنا احنا تبع نفسنا وهي تبع الجي روم. فدي حاجه مميزه اللي هم عايزين يعملوا براند لنفسهم مش اي تقليد وخلاص. لو هتبص هنا بقى للباب بتاع البوكس هنا، فالباب هنا كويس الى حد كبير، بس طبعا انا شايف هنا متماسك اكتر. فهنا برضو السماعه هي مفيش اي مشكله. فلو هتبص هنا للسماعه فالسماعه هنا جايه برضو بنفس الشكل بتاع الايربودز برو. لو هتبص بقى للسماعتين هتلاقي هنا الجي
الجي روم وهتلاقي هنا السيمي اوريجينال. فهتلاقي هنا السماعتين شبه بعض مفيش اي اختلاف، بس طبعا السيمي اوريجينال هنا هتلاقيه حاطط لك بقى ايه سيريال نمبر والكلام ده كله زي ما موجوده في السماعات الاصليه حتى في الباب بتاع السماعه. فهتلاقي مفيش اي اختلاف. طبعا الحاجات دي فيك، بس هنا طبعا هم بيقلدوا كتقليد اعمى وخلاص. لكن هنا زي ما نقول الجي روم عاملين اللي هو ده اكنه براند ليهم لوحدهم، ودي حاجه كويسه في الجي روم. ولو هنبص برضو ل وزن كل سماعه فيهم، يعني لو هنقفل كل سماعه فيهم ونحط الوزن بتاعهم هنشوف طبعا ان اي 11 هنا هتلاقيها 31 جرام. ولو هنبص هنا السيمي اوريجينال هتلاقيها حوالي 51 جرام. ولو هتبص برضو هنا للجي روم هتلاقيها تقريبا 55 جرام. لو هتبص بقى هنا لسرعة الاتصال ما بين كل سماعة والتليفون، طبعا التلاتة هنا المفروض بيدعموا البلوتوث 5، يعني سرعة الاتصال ما بينهم وما بين التليفون هتلاقيها سريعة جدا. بس طبعا مش هنعرف نقيم الاي 11 هنا لانها فيك، او زي ما نقول انت هنا قافل السماعة هتلاقيها برضو متصلة بالجهاز اهو. انت فاتح مثلا السماعه هنا هتلاقيها متصله بالجهاز، هتقفل السماعه برضو متصله بالجهاز، فانت لازم تقفل البلوتوث هنا علشان تلغي كونكت مع الجهاز. لكن لو هتبص بقى هنا للسيمي اوريجينال، مجرد ما بتفتح هنا البوكس عملت اتصال مع الجهاز، تيجي تقفل البوكس خلاص كده مش متصل مع الجهاز. برضو نفس الكلام مع الجي روم، تفتح البوكس عملت كونكت، بتقفل البوكس لغت الكونكت مع الجهاز. فطبعا هنا الجي روم هي اسرعهم، وبعديها على طول السيمي اوريجينال، وطبعا زي ما قلنا هنا الاي 11 على طول متصله بالجهاز. طب لو هنتكلم بقى هنا عن الصوت، فالصوت هنا جاي مش اللي هو اللي انت بتحلم بيه، يعني مش صوت مميز قوي، بس الصوت مش حلو ولا وحش، يعني برضو في بيز بسيط جدا، فالصوت هنا مش حاجة مميزة. فزي هو سماعات السلك بالظبط، بس هنا اغلى شوية علشان هنا السماعة بلوتوث. لكن لو بقى هنتكلم هنا على السيمي اوريجينال فهنا الصوت اعلى بكتير جدا من الاي 11، وبيز محترم جدا جدا. فهنا السماعة توهمك بالصوت بتاعها. وبرضو هنعمل تجربة للصوت ما بين الثلاث سماعات علشان تعرف تميز ما بين الثلاث اصوات. طبعا التجربه مش هتبقى حاجه واقعيه 100%، بس هبين لك برضو فرق الصوت وفرق البيز ما بين كل سماعه والتانيه. طب لو هنتكلم بقى عن الجي روم، الجي روم طبعا هنا الصوت هنا وهم حرفيا. شوف هنا كنا بنقول الصوت هنا ممتاز جدا ومحترم، هنا الصوت زيه بالظبط، لكن هنا الصوت اعلى ومش بيفقد درجه النقاء بتاعت الصوت، لا الصوت هنا مميز جدا جدا جدا. وزي ما بنقول هنعمل تجربه بسيطه كده نحاول نبين ارتفاع الصوت في كل سماعه. لو هنتكلم بقى عن الالعاب، التلاتة حرفيا لا يصلحوا للالعاب، وبالذات في العاب الشوتر. فهتلاقي هنا الصوت بيوصل متاخر في جزء من الثانيه، فطبعا مش هينفع تلعب بيهم. لكن لو هنتكلم فالجي روم هي افضلهم، وبعديهم على طول السيمي اوريجينال، وبعديهم الاي 11. لكن زي ما بنقول مش هينفعوا للالعاب، لكن لو انت بتتفرج على اليوتيوب او بتتفرج على فيلم او للموسيقى فالتلاتة كويسين جدا ما فيهمش اي مشكله.
طبعا هنتكلم بقى عن النويز كانسليشن او عازل الضوضاء، فالتلاته هنا ما فيهمش اي عازل للضوضاء، يعني التلات سماعات هنا مش بيعزلوا ضوضاء لو انت ماشي في حته فيها دوشه. وطبعا هنستبعد الاي 11 لان الصوت بتاعها ضعيف جدا، وصوت الضوضاء لو انت بتتكلم في حته فيها صوت عربيات او كده مش بيبين لك صوت المتصل من صوت العربيات والضوضاء والكلام ده. ده الصوت بتاع العربيات او صوت الضوضاء اللي حواليك او الدوشه اللي حواليك بيبقى اقل شويه من صوت المتصل، بس برده ما فيهمش عازل، فالاثنين قريبين جدا لبعض، مش هتعرف تميز ما بين الاثنين. فزي ما نقول الثلاثه في صوت المكالمه لو في حته مقفوله فهتسمع صوت المتصل كويس جدا، لكن لو حته فيها صوت دوشه او عربيات او طريق ايا كان يعني بتلاقي هنا الصوت مغطي شويه على صوت المتصل، بتسمع صوت المتصل بس مش نفس درجه الوضوح لو بتسمعه في حته مقفوله. فالثلاثه زي ما بنقول ما فيهمش عازل، فطبعا زي ما بنقول في افضل منهم بكتير في حوار المايكات. ولو هنتكلم بقى عن ال جي الموجوده في كل سماعه، فعندك الجي روم هنا المميز فيها انك لما تيجي تشحن بتفضل منوره احمر لحد ما تخلص شحن، ودي بتبين لك ان البطاريه شحنت هنا، على عكس هنا السيمي اوريجينال بتفضل شويه منوره احمر وبعد كده بتفصل، بس هي بتبقى بتشحن مع نفسها. وعندك هنا طبعا بيحصل في زي ال جي من ورا كده بتفضل منوره احمر عشان تبين لك انها شحنت او لسه. لو بنتكلم بقى عن البطاريه فعندك هنا الاي 11 وعندك السيمي اوريجينال، هنا دول يعتبر مش براندات، يعني حاجه تقليد، فطبعا مش هيفصل لك البطاريه كام ملي امبير والكلام ده كله. فلو هنتكلم هنا بس اللي نقدر نعرفه اللي هي الجي روم، فعندك هنا البوكس ده 360 ملي امبير، والفرده الواحده حوالي 45 ملي امبير، يعني الفرده بتقعد 45 ملي امبير وتفصل وترجع تشحنها من البوكس اللي هو 360 ملي امبير. فهنا عندك البوكس يعتبر حاجه كويسه جدا. فلو عندك بقى فعليا فعندك الاي 11 هنا بتشحنها في ساعتين وتشغلها تشغيل متواصل في حوالي ساعه ونص او ساعتين الا ربع. وعندك هنا السيمي اوريجينال بتشحن برضو في حوالي ساعه ونص وبتشتغل حوالي ساعتين ونص شغل متواصل. لكن لو هنيجي بقى في الجوي روم هنا فبتشحن في ساعه بس وتشغيل متواصل من حوالي 3 ساعات ونص ل 4 ساعات. فهنا طبعا هتلاقي الجوي روم افضلهم في حوار البطاريه. طب لو هنتكلم بقى ايه مميزات كل سماعه، لو هنتكلم هنا على الجوي روم، فالجوي روم هنا جايه لك بباكت كده محترم، يعني بيجي لك معاه كفر وتغيير الكاوتش بتاع السماعه، والسماعه هنا طبعا بيديك ضمان سنه على السماعه. وهنا البطاريه زي ما اتفقنا البطاريه هنا اطول وافضل، وهنا الصوت اعلى من السيمي اوريجينال. ولو هنيجي للسيمي اوريجينال فالسيمي اوريجينال هنا جايه لك بصوت محترم جدا، والخامات بتاعتها برده محترمه جدا. وطبعا لو عايز تشتريها جراب ينفع تشتريها جراب من اي حته عادي ما فيهاش اي مشكله. ولو هتتكلم برده على الاي 11 وهي ارخص حاجه فيهم، وزي ما اتفقنا بحوالي 100 او 150 جنيه، فرخيصه جدا بالنسبه لاسعار حاجات موجوده دلوقتي، فهتاخد منها صوت اللي انت تقضي بيه. وطبعا لو عايز تشتريها برده جراب ينفع تشتريها جراب مفيش اي مشكله. فكل سماعه ليها مميزاتها وليها عيوبها.